قصة صاحب الجنتين قصة وردت في القرآن الكريم في سورة الكهف. فالقصة تتكلم بواقع عن وجهة نظر إنسان مؤمن وفقير ولكنه متوكل على الله، والرجل الآخر فتنته أملاكه ولم يشكر الله تعالى. فماذا فعل الله تعالى لصاحب الجنتين؟ ولماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في القرآن الكريم؟ لقد قص القرآن الكريم على المسلمين الكثير من القصص، بعضها قصص الأنبياء وبعضها قصص لغير الأنبياء. وقصص غير الأنبياء منها قصص لرجال صالحين ومنها قصص لغير الصالحين. والغرض من هذه القصص أن يأخذ المسلمون العظة والعبرة ويتعلمون ويأخذون الخبرة من هذه القصص كي لا يقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الأخطاء من جهة ويستفيدوا من جهة أخرى. قصة صاحب الجنتين. وردت قصة صاحب الجنتين في القرآن الكريم في سورة الكهف، إذ قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. فالقصة هنا تتحدث بواقع وجهة نظر إنسان مؤمن وفقير ولكنه متوكل على الله، مؤمن بالله حق الإيمان، لأنه يعلم يقينا أن الحياة الدنيا لا تسوي شيئا ولو قورنت بالآخرة، وما أعده الله للمؤمنين في الجنات. والرجل الآخر صاحب الجنتين الذي فتنته أملاكه فظن أن هذا النعيم الدنيوي نعيم دائم، وهو رجل كافر بأنعام الله. رزقه الله جنتين وبستانين عظيمين جميلين، وكانت تلك الجنتان مزروعة بالأعناب وتحيط بهما أشجار من النخيل. ولكن هذا الرجل بجهله وكفره فتن بهذه النعمة العظيمة، وفتن بهاتين الجنتين وما تنتجانه من شتى أنواع الثمار والفواكه، حيث أمر الله جنتين بأن تنتج لذلك الرجل صاحب الجنتين شتى أنواع الثمار. فاستجابت الجنتان لأمر الله تعالى فأنتجت ثمارا يانعة ناضجة تسر الناظرين. والأصل أن يكون موقف صاحب الجنتين الشكر لله على هذه النعمة العظيمة الجزيلة، ولكنه بدل ذلك تجاوز وغفل وكفر بالنعمة التي أنعمه الله عليها، وأخذ يتكبر على الرجل الفقير، إذ قال الله تعالى: وكان له تمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لم يؤمن ولم يشكر الله على النعمة التي أنعمه الله عليها، لم يتصدق ولم يقل بما يجب عليه، بل كفر ومنع وتكبر ونسب الخير والنعمة لنفسه بدل أن ينسبها للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى، وظن أن هذه النعمة لن تزول، بل ادعى أنه إن رجع إلى الله فسيجد أفضل من ذلك. قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن أن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ويأتي رد الرجل المؤمن الثابت على الإيمان المتمسك بالميزان الإيماني الصحيح ولم تخدع الحياة الدنيا وزخرفها، فيرد على كفر وتكبر وتعنت صاحب الجنتين بحوار هادئ هادف يذكر صاحب الجنتين بأصل خلقه من ضعف ومن مادة ضعيفة، فيقول له: قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. يتابع أنه ثابت على الإيمان بالرب المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، وأن الأصل أن يرتبط قلب العبد بالله في الغنى والفقر وفي كل الأحوال، وأن الصحيح إذا دخل الإنسان أملاكا له أن يقول ما شاء الله، وأن ينسب القوة والملك والنعمة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فيقول المؤمن لصاحب الجنتين: إن كنت تراني فيما يظهر لك من علمك القاصر المتعلق بالظاهر أنك أغنى مني مالا وأكثر عددا وقوة ومنعة، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطيني خيرا من جنتك. وأخذ يحذر من غضب الله تبارك وتعالى، فإن عاقبة الكفر والبغي والاغترار بنعمة الله، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك جنتيك ويدمرهما بسبب اغترارك وبغيك وظلمك وكفرك. فقال الله تعالى: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ثم يأتي عقاب الله سبحانه وتعالى لذلك الكافر المعاند الذي اغتر بالدنيا واغتر بجنتيه فقاده غروره وكفره إلى أن غضب الله عليه، فاستحق العقاب من الله العظيم جبار السماوات والأرض، فأرسل الله سبحانه وتعالى على جنتي ذلك الرجل صاعقة دمرت الجنتين أهلكتهما وألتفت ما فيهما من ثمار. فندم صاحب الجنتين على ما قدم وأدرك أنه استحق ما وقع له وزوال هذه النعمة التي أنعمه الله عليها من قبل بسبب كفره وعناده وغروره. فقال الله تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هكذا ندم صاحب الجنتين على شركه بالله وندم على كفره بنعمة الله تعالى، ولكن ندمه جاء بعد هلاك جنتيه وخسارته لما أنعمه الله عليه. علم وقتها أنه لا عظيم ولا ناصر إلا الله تعالى ولا يستحق العبادة إلا الله، وأن النعمة يجب أن تقابل بشكر الله عليها. وأدرك أنه أخطأ أكبر الخطأ حينما منع الصدقة وحرم الفقراء والمساكين من حقهم في هذه النعمة التي أنعم عليها الله.